عمرك قدمت على شغل واترفضت؟ او الاسوأ محدش رد عليك اصلا؟ تحس انك بتبعت سي في كده ولا كأنك بعت حاجة. خليني اقول لك حاجة، مشكلتك مش ان مفيش فرصة، لا، مشكلتك في اخطاء قاتلة بتعملها من غير ما تاخد بالك، ودي كفيلة تقفل اي باب قدامك حتى لو انت مؤهل للوظيفة. النهاردة في قناة طريق البيزنس هنكتشف مع بعض الاخطاء دي، وهنشوف ازاي تتجنبها عشان تفتح لنفسك ابواب الشغل اللي بتحلم بيها. قولي كده، قدمت على كام شغلانة واترفضت؟ او محدش رد عليك اصلا، ولا حتى اتبعت لك تعمل انترفيو؟ حاسس انك كل ما تبعت سي في بيروح في الهوا ومحدش من اصحاب الاعمال بيشوفه؟ خليني اقول لك حاجة، مشكلتك مش ان مفيش فرصة، لا، المشكلة انك غالبا بتقع في شوية اخطاء كده بتعملها من غير ما تاخد بالك، ودي كفيلة انها تقفل اي باب قدامك حتى لو انت مؤهل للشغل. والنهاردة في طريق البيزنس هنكتشف مع بعض الاخطاء دي ونشوف ازاي نتجنبها عشان تفتح لنفسك ابواب الشغل اللي بتحلم بيها. الخطأ الاول، سي في يطفش اي شركة. تخيل نفسك اتش ار قدامك يجي 200 سي في اليوم. يا جماعة، الاتش ار بيبص على السي في من 10 ل 15 ثانية. لو لقاها مليانة كلام فاضي او اخطاء املائية او متاخدة كوبي بيست من النت، هيعمل ايه؟ هيرميها من غير ما يفكر. وده اللي بيحصل معاك. طيب ايه الحل؟ الحل، ركز على المهم، مهاراتك، انجازاتك، اي تدريب او تطوع عملته حتى لو حاجة صغيرة، كل ده بيبين ان السي في بتاعك قوي وانه هو مش مجرد ورق كتير ملوش اي لازمة. الخطأ التاني، التقديم العشوائي. في شباب كتير كده بيقدم على اي شغل وخلاص، محاسب، ماركتينج، سيلز، كله زي بعضه، مش فارقة معاه المجال اللي هيشتغل فيه، هو كل اللي بيدور عليه انه يشتغل وخلاص، مش فارقة حتى معاه الشركة اللي هيشتغل فيها، دي شركة كبيرة، شركة صغيرة، شركة هتضيف له خبرة، شركة مش هتضيف له اي شيء، مش فارقة معاه. النتيجة مرفوض. وبعدين قال يستغرب هو اترفض ليه. طب والحل؟ اقرأ الوصف الوظيفي كويس، شوف الوظيفة دي مناسبة ليك ولا لا، هتقدر عليها ولا لا، وابدأ عدل السي في بتاعك عشان يتماشى مع الوظيفة المطلوبة. وده اللي اسمه ذكاء في التقديم، عشان يبان انك الشخص المطلوب وانك اكفأ شخص للوظيفة. لو عملت الحركة دي بطريقة صح هتضمن انهم هيتصلوا بيك عشان تعمل انترفيو. الخطأ الثالث، انت مش موجود اونلاين. دلوقتي اول ما شركة يعجبها السي في بتاعك بتعمل ايه؟ بتدخل تدور على اسمك على لينكد ان، لو مش موجود او بروفايلك فاضي بتخسر مصداقية كبيرة جدا جدا من كلام اللي انت كاتبه في السي في. طب الحل؟ اعمل لينكد ان محترم، صورة رسمية، شوية معلومات كده عن نفسك، عن خبراتك، حط انجازاتك، حط الانشطة اللي انت شاركت فيها، كل ده بيدعم بروفايلك على لينكد ان وبيحسس الشركة اللي انت متقدم لها انك شخص تقيل وعندك خبرة في مجالك. الخطأ الرابع، الانترفيو كارثة. تدخل المقابلة من دول متوتر ومش محضر اي حاجة ومش عارف بيقولوا ايه او هيسألوك عن ايه، لدرجة انك يا مؤمن لما يسألوك سؤال كلمني عن نفسك انت ما بتكونش محضر له، بتتلخبط وبتكون مش عارف ترد ازاي. قال وبعد ما تخلص من الانترفيو تستغرب وتقول هم ما جابونيش ليه. الحل، حضر نفسك كويس جدا قبل الانترفيو، اقرأ عن الشركة اللي انت رايح تقدم فيها، فكر عن الأسئلة أو فكر في الأسئلة اللي ممكن تتسأل لك وجهز إجاباتك، ودرب نفسك إزاي تحكي عن خبراتك باختصار وبمنتهى الثقة عشان اللي قدامك يحس بمصداقية كلامك. الخطأ الخامس، الاستسلام بسرعة. في شباب كتير أول ما يترفض مرتين 3 خلاص يحبط ويقف، مع إن الطبيعي إنك ممكن تتعرض لرفض مرة و2 و3 لحد ما تلاقي الفرصة المناسبة. أنا عايزة أقولك إنك ممكن تتعرض للرفض عشرات المرات لحد ما تلاقي الفرصة المناسبة ليك. طب الحل إيه؟ الحل إنك تعتبر كل رفض هو تدريب ليك. اتأكد إن كل تجربة بتعملها بتعلمك حاجة. خليك مرن وطور من نفسك، أهم حاجة إنك ما تقفش، ما تهدش الطريق اللي انت بنيته، لا، كمل. طالما مشيت في طريق كمل واستمر فيه عشان تقدر توصل في يوم من الأيام. الخلاصة،
انك ممكن تكون شخص شاطر وطموح، بس طول ما انت واقع في الاخطاء دي عمرك ما هتوصل. ركز، عدل خطواتك، اتعلم من كل خطوة، وكل مرة هتكون اقرب من الفرصة الصح. لو الفيديو عجبك دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل اسرار طريق البيزنس، واكتب لي تحت في الكومنتات ايه اكتر غلطة وقعت فيها وانت بتدور على شغل.